النهاردة الحلقة الرابعة من زورو توكس، وهنجاوب على السؤال المعتاد: انتوا مين وبتعملوا ايه وبتعملوه ازاي؟ مينا، عايزينك تشرح لنا مين زورو ستيز وبتعمل ايه وبتعمله ازاي. طيب، احنا مين؟ خلينا نبتدي الاول. احنا مين؟ احنا شخصين فكرنا بالاكسبيرينسز بتاعتنا المختلفة ان احنا نتشارك مع بعض. آه، كل واحد فينا عنده اكسبيرينس مختلفة. انت من باك جراوند فيري بزنس اورينتد، وانا من باك جراوند كوربريت جدا. اشتغلت في اير بي ام بي، وانت كنت من اقوى الهوستس الموجوده في مصر، واشتركنا مع بعض وعملنا شركه اسمها زورو ستيز. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاربع حلقات اللي فاتوا. ده اللي احنا اكشلي بنعمله. ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا هنساعد حضرتك ان انت توصل ان بيتك اللي انت استثمرته ده ودفعت فيه فلوس وسايبه فاضي، ان انت تأجره بشكل يومي وبطريقة فندقية حلوة جدا، تدخلك عائد كويس، وكمان تساعد البلد في انها يبقى عندها سبلاي حلو. ده اللي احنا هنساعدك تعمله. وده والسؤال اللي بيتكرر على طول، لانه المجال ده مش كبير لسه في مصر بشكل كافي. احنا بنعمل ايه بالظبط؟ نبتدي من الاول. انت جيت لي بشقة، قلت لي يا مينا انا عندي شقة في الحتة الفلانية، شوف لي دي انتوا شغالين فيه في المنطقة دي ولا لا، تقدروا تشغلوا لي الشقة بتاعتي دي ولا لا. فاحنا بنعمل ايه؟ اول حاجة لازم نشوف، لانه اهم حاجة في العقار عموما حتى لو انت بتشتريه اللوكيشن. يعني بيقول لك لوكيشن 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 لما تيجي تبيعه او تشتريه. فلو اللوكيشن بتاعك في حتة بنسميها urban، يعني حتة مليانة ترافيك، فيها ناس livable. مش بتكلم على كومباوند فيه جناين، انا بتكلم على حتة زحمة فيها حركة على الرجل، فيها قريبة من حاجة مهمة زي الأهرامات، أو قريبة من حتة مهمة زي المطار، أو في حي راقي، أو في حي أثري، على حسب. لو الحتة دي تصلح للمجال ده، احنا بناخد الأول حاجة بنتعرف على حضرتك وناخد الإحداثيات بتاعة المكان وتفاصيل المكان ونذاكره. جوجل مابس بين لوكيشن، يعني عشان نشوف المكان ينفع لازم ولا لا. أذاكره. لازم أذاكره ليه؟ أولا لازم أذاكره من أول بعد في الموضوع، إن أنا أعرف هل في حد زيك أو عنده شقة في الحتة دي وشغال ولا لأ. طيب ولما هو شغال، اخباره ايه؟ الشخص اللي شغال في المنطقه دي، هل جات له ناس؟ هل اتحجز؟ طب نسبه حجوزاته عامله ازاي؟ طيب متوسط الاشغال ايه؟ طب متوسط الاسعار ايه؟ طيب الريفيوهات بتاعت الشخص اللي هو شغال جنبك ده كويسه ولا لا؟ طب الناس بتشتكي من ايه؟ ممكن يكون مثلا انت في منطقه فيها تراب زياده يعني، اوكي، فانت على طول في مشاكل تراب. نظافة ممكن يكون منطقة دي بتقطع فيها الكهرباء طول الوقت، فهتبقى مشكلة. طب ممكن يكون المنطقة دي بتقطع فيها المية طول الوقت. فأنا لازم ندرس الحاجات دي الأول. بندرسها في خلال قد إيه؟ ما بتاخدش مننا مثلا أقل من أسبوع، وبنبقى عارفين إذا إحنا هنقدر نشتغل في المكان ده ولا لأ. إحنا لما بنيجي بنفكر إحنا هنقدر نخدم المكان ده إزاي، يعني الأوبريشنز بتاعتنا هتبقى ماشية إزاي، هننضف إزاي، هنعمل كل الكلام ده إزاي. فأول مرحلة إحنا بنجاوبك على سؤال ينفع. طيب أنت تاني سؤال هتسأله لي، هتجيب لي كام؟ لأنه ده أهم حاجة في الموضوع. أنا عايز أنا هادّي لك الشقة وخلاص موافق، وأنت جيت قُلت لي هنفرشها، فقُلت لك أوكي حاضر هنفرشها، هتجيب لي كام؟ ده سؤال مهم جدًا. أنا ممكن أقول لك أرقام فلكية، أبيع لك في المستقبل، بحر طحينة بقى. وأعمل لك بحر طحينة زي ما عملنا، زي ما قصدي قُلنا قبل كده. أو ممكن أقول لك أرقام واقعية، والأرقام الواقعية بتقول إن مثلًا لأ، الدخل قليل. لو أنت رُحت لحد تاني ممكن يقول لك لا، لأ، الدخل هيبقى أعلى. ممكن تروح لحد تاني يبقى واقعي برضه يقول لك لأ، الدخل هيبقى كذا. ف الدخل أو الrevenue اللي هييجي من الشقة ده، دي statistics وأرقام already فعلية. أنا ما باقولكش حاجات في المستقبل، لأن أنا ما أعرفش المستقبل فيه إيه. يعني انت بتكلموا عن ارقام حاصلة في المنطقة في الماضي.
في الماضي. اللي انت ضامن ان انت هتكمل بنفس الريت ده لو ما حصلش اي متغير في السوق. يعني بالظبط يعني مش مره واحده فتح جنبنا حد بعماره فيها 100 شقه، مش بالظبط، مره فده واحده هيأثر حصل كورونا، مش مره واحده حصل حرب. طبعا. يعني دي كل كلها امور بتغير المستقبل. طبعا دي حاجات مش في ايدي. وتاني حاجة كمان الديماند نفسه هو مش عامل زي المايه الراكدة. الديماند ده او الطلب بيبقى عالي وواطي في سيزونز. في اوقات تلاقي شهور عالية جدا زي مثلا ديسمبر، من الشهور القوية جدا عموما. ليه؟ ده عالميا. ديسمبر الناس بتسافر كتير، في راس السنة، في الكريسماس، في مش عارف ايه، في احداث بتحصل، ودي بيبقى في اجازات كتيرة في الوقت ده في العالم. فطبيعي جدا من 20 ديسمبر لغاية نص يناير دي فترة عموما فيها ترافل كتير. في فترات في الصيف، في فترات وهكذا. ففي سيزوناليتي. فاحنا بندرس الكلام ده كله الاول نشوفه، ومش بنشوفه بطريقة عشوائية، ده احنا بنشوفه على حاجات سيستمز بندفع فيها فلوس كتيرة، ألافات الدولارات بتدفع في الكلام ده علشان نبقى عندنا السيستمز دي. نقدر من خلالها نقيم احنا هنقدر نشتغل هنا ولا لا، والارقام اللي انا هديها لك دي واقعيه ولا لا. فدي مهمه جدا. التقييم، مرحله التقييم. بعد كده انا بقول لك الدخل اللي هيخش لك تقريبا كام بيزد على الحاجات اللي موجوده اوريدي في الماركت. لو انت وبنبتدي بعد كده نشوف الشقه دي ناقصها ايه بقى. لو انت قلت لي مثلا شقه متشطبه وناقصها افرشها، بنحسب بالتقريب كده فرشها هيكلف كام، ونشوف الدخل هيبقى كام، ونحسب ده على ده. تقدر تقول العائد على الاستثمار كام ببساطه. يعني العائد على الاستثمار ده اللي انا يعني، هعمله اللي هو ان يعني انا هفرش البيت. تمن الشقة لا زائد تشطيبها زائد فرشها هيجيب. لا، مش تمن الشقه. انا ماليش دعوه بتمن الشقه. مش لازم مش لازم. ممكن يكون الشقه دي انت اشتريتها من زمن وراكنها على جنب ما بتعملش بيها حاجه، او بتأجرها ايجار قانون جديد وجايب لك، وانت مش عايز تأجر ايجار قانون جديد علشان الدخل بتاعه ضعيف، او علشان في اهتزاز في سعر العمله بتاعتنا في الجنيه، فممكن يبقى كمان سنتين اللي انا باخده ده قليل قوي، او العقد اللي انا عملته من زي سنتين ده القصة ضعيف. بتاعت أول حلقة بتاعت الشقة بتاعت شيراتون اللي كانت بتجيب 4000 جنيه في الشهر وجابتهم في يومين 3 بالظبط نفس الفكره. وجابتهم بالدولار. نفس الموضوع. فبالتالي انت عايز يبقى ليه عائد كويس، وعايز ان العائد ده يبقى منطقي وحقيقي، وعايز يبقى مستدام. فانت عشان تقدر تحدد العائد ده هيبقى ايه، لازم تبقى عارف هتخش تصرف على الشقة دي كام، وتجهزها من الإبرة للصاروخ لغاية الشوكة والسكينة والمعلقة. اوكي، علشان احنا كشركة بعد كده نستلمها منك نقدر نشغلها. وهنا يجي دورنا بقى اللي هو ايه، احنا هننصحك ازاي تفرش الشقة صح، زي ما اتكلمنا ان انت تفرشها صح وتتفادى الاخطاء اللي ممكن توقعنا في مشاكل. بعد كده احنا هنصور الوحدة بطريقة بروفيشنال جدا. اوكي، والطرق البروفيشنال دي مش معناها ان انا اروح اجيب مصور محترف ياخد 50,000 جنيه عشان يطلع لي صورة. هي الصورة على فكرة في ناس شاطرة جدا بتطلع صور رهيبة بتليفون بايفون. الفكرة كلها الابعاد اللي هصور بيها، الطريقه هي لاندسكيب ولا بورتريت. هصور لاندسكيب. يعني مثلا في معلومه الناس ممكن غير ما تعرفهاش، booking.com الصور فيها افقيه، Airbnb الصور فيها لاندسكيب. طب انا عايز احط الاثنين، عايز اعرض حاجتي على الاثنين، اعرضها ازاي؟ اصور كده ولا كده؟ فدي حته مهمه. طبعا. دي حاجات فنيه، الاضاءات، الكلام ده كله احنا بقى بناخد بالنا من الحاجات دي كلها، وبيبقى عندنا جايد وعارفين الصورة دي حلوة، الصورة دي تبيع، الصورة دي ما تبيعش، الصورة دي مش كويسة، الكلام ده كله. فكرة اصلا ان انت خلصت البيت وفرشته، في حاجة اسمها ستيجنج. الستيجنج ده بيعملوه يعني المشهورين بيه قوي، يعني الامريكان. لما بتيجي النهاردة تروح تشتري بيت في امريكا، عمرك ما تروح تشتري بيت غير لو هو مفروش. وبياخدوا، انت عارف ان في شركات في امريكا شركة ستيجنج. يعني ايه شركة ستيجنج؟ يعني انت بتروح للشركة دي تقول لهم البيت بتاعي 3 اوض في الحتة الفلانية وعايز ابيعه. تيجي شركة، يجي الراجل البروكر السمسار هناك ابو بدلة يعني شيك جدا، بيعمل ايه؟ اول حاجة يلمع البيت. يلمعه ازاي؟ يجيب شركة ستيجنج يأجر العفش، يفرشوا البيت، المكياج يعني بتاع الوحدة، الميك اب. يصوروه كأنه
في حد ساكن جوه بس حاجه رهيبه، عفش كانه جديد، يتصور كانه مفروش، هو مفروش بالكامل. ولما يتفرش بيظهر فيه الحياه، لا بيظهر فيه الروح. والاقوى من كده ايه، ان انت لما بتشوف البيت مفروش انت ساعات بتيجي تقول انا عايز اشتريه بفرشه، مم. ودي الطريقه اللي بيبيعوا بيها هناك. مم. لكن انا اصور لك البيت اقول لك تخيل هنا بقى ده الليفينج روم، فانت انا ما عنديش تخيل، انا كشخص ممكن ما يكونش عندي التخيل. لا التلفزيون هتحط فين، طب والكنبه فين، لا انا بفرشه لك على ان الكنبه اهي والتلفزيون اهو والكلام ده كله، والملايات مكويه، والسرير اللحاف رهيب وعليه مخدات السرير، والستاير عامله زي بيفرشوا البيت كانه في حد مهم داخل البيت ده هيبيت فيه. يعني ده الطريقه اللي ففكره الستيجنج دي مظلومه قوي عندنا. احنا لما بنلاقي على منصات زي OLX بقى وبروبرتي فايندر والحاجات دي كلها بيت الايجار ولا بيت لل... للملك التمليك، انت تلاقي البيت فاضي، انت مش عارف ده الاوضه دي انت شفتها ولا لا. الاوضه فاضيه مش مفروشه، فانت ما بقتش عارف شكل البيت ايه. لكن لما بيتفرش البيت الدنيا بتختلف. فاحنا من ضمن الشغل اللي بنعمله الستيجنج ده مرحله مهمه جدا. انت بتزين البيت، تفرشه كويس، ملاياتك مكويه، الاضاءه بتاعت الشمس النهارده اليوم مش مغيم، لو انا عندي بلكونه كبيره ما ينفعش اصور في الشتاء في يوم مطره. انت بتقول للراجل اللي جاي ايه، احنا في بلد ممطره وما فيهاش شمس، كآبة، عكس اللي بالظبط بيتقال عن مصر مشمسه والدنيا حر. كوزي ودفء. حته مهمه، فانت لازم تاخد حتى عوامل الجو في الحسبان. الجو لو مطره هتطلع صور كولد وبلو، مشمسه هتطلع كوزي وفيها دفء. بالظبط، التمبريتشر بتاع الصوره عامل ازاي، الكونسيستنسي بتاعت الصور، هل كلهم نفس التمبريتشر ولا لا، هل كلهم شبه بعض ولا لا، ولا انت صورت الصوره دي في وقت ودي في وقت ودي في وقت. فدي حته مهمه جدا. بعد التصوير، اولا احنا من ضمن الشركات اللي ممكن يكون فيه شركات كتير زينا، ان احنا العقد بتاعنا الغيه في اي وقت. هو انت النهارده واخد ريسك، انت كشخص عنده شقه انت واخد ريسك زيك، ان انت هتفرش البيت ده ومش عارف بكره هيحصل ايه. ممكن الماركت ده كله ينهار، صح. ممكن السياحه في العالم تنهار فجاه لسبب ما احنا مش عارفينه. فالريسك ده بيبقى مفيش حاجه من غير ريسك. لكن اللي بيطمن ان انت تكون بتتعاقد مع شركه العقد بتاعها تقدر تلغيه في اي وقت، تاخد شقتك. انت مش مدي شقتك لحد هيقدر يبارجن عليها، يقول لك لا انت هتسيبني في الوقت ده هتدفع كذا، انت هتعمل كذا يبقى هتدفع كذا. لا هتاخدها انت قبل عايز يبقى سنه عندك فلكسبيليتي. هتاخدها قبل سنه، لا انت هيبقى في غرامه كذا. في طبعا شركات بتعمل كده، لان هو انت كشركه بتصرف، انت بتصرف على التصوير، انت بتصرف على الموظفين اللي هيساعدوا في فرش الشقه، انت بتصرف على حاجات على كتير. التكنولوجي والسوفت ويرز اللي بنشتغل بيها لسه دي كلها بقى اكلمك ارقام. على التكنولوجيا وعلى ده الافات الدولارات وملايين الجنيهات بتتصرف على الحته دي. لو انت شركه عايزه تستثمر في الحته دي وفاهمه هي بتعمل ايه، انت هتصرف كتير جدا. فبعد التصوير وبعد الستيجنج انت صورت الصور بتاعتك وخدت الصور بتاعتك، والشخص اللي انت بتتعاقد معاه ده صاحب الشقه جالك ومضى العقد بتاعك ومبسوط، انت عملت له البروفايل بتاعه عندك في الشركه، اوكي، واديته اكسس على سيستم حلو، على ابلكيشن على التليفون عنده، شايف شقته، الحجوزات لايف. شايف شقته، شايف الكالندر كده قدامه فاضيه، وابتدت بقى ايه حجز ورا التاني تتملي، وبقى شايف ان انت بقى الحجز ده كمان جاي من فين وبكام، جاي من اير بي ام بي، جاي من بوكينج، وان السيستم ده جاي من الدايركت ويب سايت بتاعنا مثلا، وان السيستم ده بيبعت له من السيستم للشخص، مش انت اللي بتبعت له، ده السيستم اللي باعت له. سيستم اوتوميتد بيجي لك بالظبط. في ساعه حدوث الحجز النوتيفيكيشن الفلوس اهي. ودي حته مهمه جدا، ان انت ما تمشيش بقى باكسل وتقول له النهارده دخل شخص وبكره دخل شخص واصل ده غير الحجز بتاعه. ويا ما كل حاجه سمعنا عن بشخص. ناس بتنصب وبتسرق في الحته دي، طالما ماشيه باكسلايه مفيش حاجه تثبت. اثبت ان انا اتحجزت. فدي حته مهمه جدا انه السيستم كده، فده اللي احنا بنعمله. وبعد كده انت بتنزل الشقه دي اصلا على بروفايل او على منصه شكلها عامل ازاي، زي Booking.com واير بي ام بي. انت البروفايل بتاع الشركه بتاعتك ده قوي ولا لا، انت بتنزلها من ضمن مجموعه تانية بتتحجز ولا لا،
دي حته مهمه جدا. ريفيوهاته والسكور بتاعه. السكور بتاعك عامل ازاي، ريفيوهاتك، انت بتهتم بايه. الفريق بتاعنا اللي معانا، اللي بيساعدونا في الشركه، اللي بينظفوا واللي بيعملوا الصيانه واللي بيكلموا الجست شكلهم عامل ازاي، وبيتكلموا بلغه شكلها عامله ازاي، وبيردوا على الجست ازاي، وطريقه دخول الجست هل واضحه له ولا لا. طب لو الجست عنده مشكله، لو الراجل اللي احنا مستضيفينه ده ولا الشخص اللي دخل الشقه ده عنده مشكله، هنحلها له في خلال قد ايه، هياخد حقه ولا لا. كل دي عوامل مهمه جدا. والاهم التسعير اللي احنا اتكلمنا فيه في حلقه لوحده. موضوع التسعير ده احنا صرفنا الافات من الدولارات على السيستمز اللي تساعدنا، وعلى علم اللي يساعدنا ازاي نقدر نسعر في المجال بأعلى ده سعر صح. ممكن يتباع بيه. بالظبط، مظبوط. توصل لاعلى سعر ممكن، انت ما تكونش سايب فلوس على الترابيزه. فاحنا قعدنا قد ايه في مجادلات ونقاشات على الاستراتيجي وعلى التسعير وعلى مذاكرة قد قرايه، كده. ومذاكره قد كده على قرايه المشهد وقرايه السوق عامل ازاي، وبنشالنج نفسنا في نعمل كده. طب نجرب نعمل كده، لانه مفيش صح وغلط في المجال ده، في القصه دي مفيش صح وغلط. ف عايز اقول لك ان حتى طريقه تسميه الوحده اسمها، انت عندك النهارده على اير بي ام بي 50 كاركتر. الاسم عبارة عن 50 كاركتر. 50 الاسم حرف يعني. 50 كاركتر عموما، ممكن تحطهم ارقام، ممكن تحطهم كاركترز، ممكن تحطهم ايموجيز، ممكن تحطهم اكسكلاميشن، اعمل هو اللي اير انت بي ام عايزه، بي علامه استفهام. عامل ليميت بال 50 عشان حرف ما اقعدش يعني، او اكتب 50 رقم. انا مش هكتب قصيده في الاسم، انا عايز اسميه الاسم. طيب انت عارف انه الاسم ده لوحده، ان انت تفكر في الاسم وتستخدم ال50 كاركتر بتوعك صح، علشان ده يعمل حاجة نفسية بالنسبة للشخص اللي بيحجز، دي لوحدها قصة. يعني انت لازم يكون عندك في الاسم بتقول له انا مميز في ايه، ان الاسم بتاعي بيدي ايحاء عن الشقة والوانها، ممكن الشقة وموقعها، ممكن عن اسم الشركة بتاعتك، ممكن كل دي انت هتستخدم 50 كاركتر عشان تعمل كده. طب انت ال50 دول هتعمل فيهم ايه؟ يعني هيفرقوا. ال5 صور الاولانيين اللي اتكلمنا فيهم، ان انت اي جست بيتفرج على منتج هو هيفر، او اي بيت هيأجره هيتفرج على اول 5 صور. اهم صور طبعا. طب اول 5 صور دول الاهم، هتختارهم بناء على ايه، وهنختارهم ازاي؟ فده كل ده بنسميه اوبتمايزيشن. ان انت كل شويه، هي عامله زي ايه، هي عامله زي الطفل الصغير اللي بيتولد. انت الطفل اول ما يتولد ما ينفعش يجري ويجيب جون. ويلعب كوره، مش هيقدر يعمل كده. م-م. فانت كل شويه بتظبط فيه حاجه علشان يقدر يبرفورم احسن. مظبوط. فمن اول اسم، الصور، التسعير، ومتابعه التسعير، الاوبتمايزيشن دي المتكرره. كل شويه في تغيرات في الماركت بتحصل، الديماند يزيد، السبلاي يزيد، السبلاي يقل، الديماند يزيد. فانت دايما لازم تبقى اوير بالتغيرات دي وبتراكت عليها as fast as possible جداً. عشان تضمن دايما ان كل يوم واصل لاعلى دخل جدا. والمشاكل اللي بنقابلها اللي هي عامله زي النظافه والصيانه والكلام ده، لانه مفيش شركه ولا ان شاء الله يكون عندها 3000 ولا 5000 ولا 10000 شقه بتديرها في العالم مش هيكون عندها مشاكل في النظافه ولا الصيانه ولا الكلام ده. كل الشركات وكل الافراد وكل مش الناس، كمبيوتر اللي بينظف ولا بيصين، بني بالظبط، ادمين. بني آدمين. والبني ادم فيه هيومن ايرور طبعا لازم يحصل. لازم هيحصل هيومن ايرور، ولازم هيحصل مهما عملت تدريبات، ومهما عملت لازم هيحصل ايرور. الفكره ان انت ازاي هتتفادى الايرور في المره الجايه، وازاي هتقدر تحتوي الموقف، وازاي هتدي للشخص اللي قدامك اللي حاجز البيت حقه، اللي هو ايه، انا دفعت فلوس، انا ما خدتش مقابل القيمه الفلوس دي قدامي. بلاش انا النهارده دخلت كجست وكسرت التلفزيون عندك، ماشي، حصلت كتير انت طبعا. هتعمل ايه؟ حصلت معانا احنا، هنعمل ايه؟ مال الشخص اللي اداني شقته ان في حد قعد في شقته انا جبته له كسر التلفزيون. مين اللي المفروض يدفع الكلام ده، انا ولا هو؟ المفروض المالك أنا. ملوش دعوه، احنا اللي مسؤولين عن البيت مسؤوليه كامله. بالظبط. ولو داخل حجز تاني بعديه على طول، انا لازم في خلال ساعتين اكون جايب تلفزيون بنفس المقاس مكانه
وبعدين ابقى اشوف قصتي مع الجست او مع الفلوس اللي هيدفعها اللي فات اللي كسر، او مع تامين اير بي ان بي واثبت الورق والكلام ده، لكن بالظبط انا المسؤول مسؤوليه كامله. او بالظبط البيت اللي غرق، اللي فتح الجاكوزي ودخل ينام وغرق البيت. بالظبط حد عندنا كان في الجونة اللي دخل والجاكوزي المفروض ما بيستخدمش، وكان على الروف وفتح الجاكوزي وغرق البيت وغرق العمارة واللي دخلت فيها وعمل دامج المواسير. لكذا جار. بالظبط واحنا المسؤوليه بالكامل على الشركه بالظبط بالكامل. بالظبط والحتة الأمنية اللي على طول بنتسأل فيها، هو انتوا هتعملوا ايه مع الاسم؟ مم. هتبلغوا ولا لا؟ طبعا لازم نبلغ، يعني قانون البلد بيقول ان انت لما يبقى عندك سائح اجنبي او لازم مصري في تبلغ بيه. الايجار لازم تسجل باسبوراته في الاسم. انت بقى هتقعد تعمل كل ده بما فيها التسعير والتنظيف والصيانة وكل الكلام ده والحاجات اللي بتسيبها للجست، اللي هو ايه، القهوة والشاي والسكر والمية والمناديل الجست عمل بارتي ومكسر الدنيا والجيران بالظبط بتشتكي، فانت لازم يكون هوست بيرياكت وبيقول له ان انت بتخالف القوانين، وانك لو ما خرجتش دلوقتي هيحصل ايه. الجست كل ده مات. بالظبط. الجست مات. يعني احنا نسينا القصه دي. الجست مات. الجست مات، احنا بنفتح عندنا الجست عليه مات. الجست متوفي في الوحده. اه المسؤوليه انا المسؤوليه فاكر اليوم القانونيه في ده. اليوم ده كانت ما كانت كانتش صعبة جدا. سهله، بس الحمد لله يعني الشرطه المصريه الحمد لله بتتعاون بشكل عظيم يعني. وهتحصل وبتحصل مواقف زي كده كتير، فعشان كده دايما بتبقى ان انت تتعاقد مع شركة تديلك مرت بقى المميزات بتجارب دي كتير وبقى عندها خبره وبقى معاها تكنولوجي. اكيد. احسن خصوصا ان انت لما تيجي تقارن في الاخر، هو انا العائد لو انا متعاقد مع شركة كويسة وشاطرة، العائد اللي جالي لو انا اشتغلت لوحدي انا هوفر بقى الفلوس اللي بياخدوها مني دي، اوكي، وهي ما تعتبرش فلوس كتيرة بس هوفرها انا وعندي الوقت. اللي بيحصل ان بيحصل فتيج، بيحصل تعب. احنا في ناس كلمتنا بقالها كانت سنتين بتعمل القصة دي، وبيكوا بعد سنتين بيقولك ايه، انا خلاص ما بقتش قادر ارسم الضحك على وشي، انا تعبت، انا عضلات وشي تعبت من ان انا قاعد ابتسم وقاعد اقول نفس الكلام بتكرار للجست اللي جاي واللي جاي بس واللي جاي. لو شركه محترفه مش بس هتشيل عنك ده وارد توصلك لدخل اعلى من غير ما تتعب، وده شفناه بعينينا كتير. عشان التسعير، عشان كده احنا اتكلمنا في حلقة لوحدها مش عن مش القصة مش دي. التسعير بس، التسعير وقبلها الانتيريور اللي هي بتظبطه لك لشكل عالي، والتصوير وديسكريبشن الوحده والتسميه والتعامل مع الجست، والتعامل مع الجست الابيوسيف اللي داخل يبتز، او اللي داخل يكسر، او اللي داخل يعمل حفله، او يدخن جوه، او اللي كسر التلفزيون اللي انت لازم تجيب مكانه، او اللي توفى في الوحده، او تعامل مع الشرطه المصريه وتسجل الباسبورات. فهي حاجات كتيره جدا لازم تكون بالظبط محترف فيها، المرحله جامده وديديكيتد. فلما تبقى شركه مختصه مركزه في كل النقط دي ان هي تعملها تو ذا ماكسيمم، اكيد انت مش بس هترتاح من الهدك، انت غالبا هتوصل لعائد اعلى وبالدولار. لا، وهقول لك على حاجه، بلاش احنا نتكلم، خلي اير بي ام بي اللي تتكلم في القصه دي. انت عارف انه اكتر من 55% من الوحدات المعروضه من ال8 مليون بيت اللي معروض على اير بي ام بي بيدار من شركات وليس مش افراد. افراد. اه طب تفتكر ليه؟ لانه الشركات بتقدر تفهم اكتر، عارفه شغلها، عارفه حل ده خبره مشاكلها، برضو، عندها خبره صرف وتكنولوجي، لان معاها وتركيز. عدد وحدات برضو اكيد قدر يوصلهم. انا فاكر في الجامعه كان اسمها economies of scale، ان احنا بالظبط لما نبقى بندير كذا وحده اكيد مصاريف النظافه عندنا هتبقى اقل، لان التيم بقى يمانج كذا وحده مش وحده واحده. بالظبط فالخامات اللي بنشتريها، مواد النظافه، الكلام ده كله اكيد هيبقى فيها سعر اقل، فده كله صعب توصل له بشقه او شقتين. بالظبط وهي الشغلانه ما هياش سهله، هي بتبان سهله لناس كتيره قوي وبتبان شيقه لناس كتيره قوي انها تبتديها. واحنا حتى لما بيجي لنا ناس يقول لك لا انا مش مقتنع انا هبتدي لوحدي، احنا بنساعده ان هو يبتدي لوحده، نفهمه نقول له اعمل كده وما تعملش كده. يعني ياما ناس كلمتني من خصوصا بعد ما سبت اير بي ام بي وكان عندي علاقه بيهم، ولغايه النهارده في ناس بتتكلم ويقولوا لي نعمل ايه ونبتدي ازاي. وفي ناس في افراد وشركات بيجي عند ال50 شقه
ويفرمل، هو مش عارف يكبر، هو مش عارف يستوعب اكتر. الماركت ده فيه المساعده والمشاركه تكسبك اكتر. جدا الانانيه بتخسرك. يعني انا فاكر في حد معانا في الجونه، بليز لما السخان يضرب عندك واحنا عندنا في الستوك بسرعه خده من عندي وبعدين نبقى دي نظبط شركه، حساباتنا. دي شركه تانية. يس. بس انا بالنسبه لي هو لما هياخد باد ريفيو بسبب سخان ضرب، طب ما تاني يوم سعر الوحده هينزل عنده واسعار السوق هتنزل. فانا من قمه مصلحتي ان اساعده يفضل دايما بيوصل لاعلى الريفيوز وبيوصل لاعلى الاسعار، عشان نفضل ماسكين الافريج ديلي ريت او متوسط سعر الليله في حته كويسه وحته عاليه. فالتشارك والمساعده في الاندستري دي دايما بتقدم جدا لقدام طبعا. جدا جدا، ومفيش حاجه صح وغلط. انت اللي عايز يبتدي المجال ده، او عايز يبتدي انه يأجر بيته بالشكل ده، مفيش مانع ان هو يبتدي. واحنا كمان بنساعد الناس زي ما بقولك، اللي جاي عايز يفكر في القصة دي ويعملها ازاي، نقول له اعمل كده، ما تعملش كده. لا بلاش تخش في الحتة دي، المنطقة اللي انت عايز تنزل فيها مش بيتك هتجيب دي، او فلوس، ما فيهاش دي ايجارات. الايجارات فيها ضعيفة، ما انت تصرفش غالبا تشطيب مش وفرش على البيت ده، مش هتوصل لارقام. بالظبط لان بالظبط. لان هو هيخسر واحنا هنخسر معاه. احنا ايه مصلحتنا من كده؟ تخيل مثلا يعني شقه مثلا في حته في اخر الدنيا، في المنطقه السادسه ولا الثامنه في العبور. طب انت مين بس هيجي لك اير بي ام بي شورت تيرم رينتال ولا هيبقى عليها ترافيك ولا ديماند ولا ايه بوكينج دوت كوم؟ طبعا بالظبط. مش هتشتغل احسن حاجه. فان انت تروح لشركه هي اللي تدرس لك الموضوع، بدل ما انت تلاقي نفسك صرفت وعملت حاجات غلط. بالعكس، انت الشركه بتتعلم وبتيفولف كل يوم وبتحسن في البروسيس واكيد بتاعتها. عندها الشركه عندها انسايتس اكتر بكتير من فرد، لان هي احنا بتتحرك كل صرفنا، يوم. يعني البيزنس اللي عملناه بالملايين ده، ماشي، هو اتصرف عليه ملايين. ده اللي اقدر اقوله لك، هو اتصرف عليه ملايين عشان صح. يقدر يبقى ليه قيمة في السوق النهاردة، ويقدر يخدم القطاع ده. والحتة دي مهمة جدا، وهي هتكبر جدا في مصر الفترة الجاية، لان كل الدول اللي نجحت حوالينا واللي كانت ناجحة على اير بي ام بي، هو ده اللي حصل فيها. احنا بس مجرد ان احنا ماشيين وراهم، يعني احنا احنا في التايم جايين، لاين ورا شويه احنا بس. ورا شويه. بس هي اوريدي انا شفت التطور ده بيحصل في بلد زي دبي، واو. بيحصل في بلد زي جنوب افريقيا اللي هي كانت سابقه دبي. مم. باي ذا واي، جنوب افريقيا ومحدش كانت كان دبي دلوقتي في حته عظيمه. وعايز اقول لك محدش يعرف ان جنوب افريقيا هي السوق الاول لاير بي ام بي في افريقيا. مم. محدش ما حدش يعرف، كان يعرف المعلومه دي محدش فعلا. يعرف صح. المعلومه دي. بيزد على ايه؟ كيب تاون دي من السيتيز القويه جدا. فدبي وجنوب افريقيا والمغرب، المغرب صح. المغرب من الدول القويه جدا. ليه؟ هي متاثره بثقافه اوروبيه. اوروبيه. فهم سابقنا شويه في الحته دي، لكن كل ما احنا كشعب هنفهم اكتر احنا ممكن البوتنشال بتاعنا والعائد بتاعنا يوصل لايه، احنا هنلاقي نفسنا بنتطور بسرعه. دلوقتي كل المشاريع الجديده اللي بتعملها مستثمرين كلهم بيعملوا شقق فندقيه. ليه؟ لانه البلد محتاجه حاجه زي كده. فبالتالي صعب جدا ان انت يكون عندك مبنى مثلا فيه 50 شقه فندقيه وتديرهم بنفسك، والا انت هتكون اوريدي في المجال ده، يعني انت فاهم. يعني لكن انت اوريدي عندك خبره في المجال يعني. هتحتاج اوبريتور، هتحتاج حد يدير، مش ومش معنى لازم يكون اوبريتور يعني فلوس اقل، كتير بتبقى فلوس اكتر. كتير تبقى فلوس اكتر، وكتير بتبقى مش لازم يكون الاوبريتور المعتاد اللي هو ايه، انا هجيب الماريوت يدير البتاع. ما هو الماريوت مش ممكن ما يبقاش بالنسبه له دي حاجه هو عايزها او حاجه هو هتفرق معاه. انا يا ريت ان انا اجيب الماريوت يدير لي بيتي، بس هو ممكن يكون ان انا الاقي اوبريتور تاني شاطر ده احسن من الماريوت ده. ليه؟ لان هو فاهم في شغله. واحنا برضو مش بنتخصص في الايجارات الطويله اللي هو الايه اللي هو الشهر والشهرين والثلاثه، ودي بيسميها ميد تيرم يعني ستيز. لا احنا في الشورت تيرم. الشورت تيرم اللي هي بتعتبر ايه الديفينيشن بتاعها او التعريف بتاعها ايه؟ من اول ليله اب تو 30 يوم. مظبوط. وعاده ما حدش بيقعد عندنا 30 يوم، عاده بتبقى من اول ليله ل3 او 4 او 5. مظبوط. ف ال 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 يعني احنا كشركه الموضوع عندنا فيه احداث يوميه بتحصل كتيره جدا، والاوبريشنز عندنا عنيفه جدا، لان احنا في مناطق مختلفه وكلها بتخش مره واحده ساعات، او كلهم بيفضوا يخشوا على مدار اليوم، وكل واحد بتوصل طيارته في وقت فبيخش في وقت.
احنا شغالين 24 ساعه، احنا ما بنقفلش، ودي مشكله الاندستري عموما. احنا تقريبا الهوسبيتاليتي ما دلوقتي بيقفلش. زورو ستيز تقريبا 100 160 بروبرتي لغايه النهارده، بس احنا برضو عندنا بايب لاين وتجهيزات لوحدات كتيره جدا تفوق يعني ال 200 او 250 بروبرتي، ودي مش حاجه سهله وما بنفرحش يعني. في ناس كتير بتفرح بالعدد، هو انت انت ما بقالك تفرحش فتره، بقالي 3 سنين بتقول لي ما تزود لناش وحدات تاني لا في الجونه ولا في القاهره. علشان انت محتاج تحافظ على الكرايتيريا بتاعتك اللي انت بتوعد بيه، لازم تحافظ عليه. يعني يا فرحتك ان انت تبقى عندك 1000 شقة بتديرها ويبقى بس اسمك بيجيبوا اكبر شركة من اه ناحية بس العدد. بيجيبوا اقل دخل. لا، 300 منهم فاضيين، 700 محجوزين. استفدت ايه؟ يعني مثلا استفدت ايه في 300 قاعدين؟ ما في 300 متضايقين. فهي النجاح ما بيتقاسش بعدد الوحدات في المجال ده، هو بيتقاس ان اللي معاك ده انت عارف تديره بشكل كويس، بتدخل فيه عائد كويس، متصين كويس، ريفيوهاته كويسة ولا لا، هل الناس العملاء بتوعك مبسوطين منك ولا لا، حتى لو هم 10 عملاء مبسوطين ولا لا. لكن فكرة ان انا يبقى عندي 100 عميل ولا 2000 عميل ونصهم متضايقين، انت ما استفدتش حاجة. انت بتهدم ال ال او ال نصهم فاضيين مفيش دخل، او مفيش مش دخل. ليستد على اير بي ام بي ولا بوكينج دوت كوم زي ما شركات كتيره عامله دعايه رهيبه مثلا وما هياش شغاله اصلا في ماركت الشورت تيرم رينتال ولا اهم تشانلز في المجال. بالظبط. وبرضو من ضمن الحاجات اللي لازم نقويها او احنا اوريدي بنقويها، ان احنا عندنا 30% من حجوزاتنا، وده رقم يعتبر كبير بالنسبة للمجال ده، بيجي دايركتلي. من يعني ايه اور بيجي اون دايركت؟ ويب سايت. يعني الناس عرفت زورو ستيز دول، وعرفوا ان هم عندهم سبلاي في الحته الفلانيه، وان هم كانت تجربتهم كويسه. مش محتاجين اير بي ام بي عشان الريفيو، احنا بنثق في الشركه دي، احنا نزلنا عندها اكتر من مره وضامنين من غير اير بي ام بي ما تخش تحكم ما بيننا ان احنا نقدر نحجز عندهم بالظبط. وضامنين جوده الاقامه. فتخيل لما 30% من حجوزاتك انت مش معتمد على اير بي ام بي اصلا، ولا مم. بوكينج دوت كوم، ولا اي تشانل من التشانل سي، انت معتمد على نفسك. انت اوريدي البراند بتاعك او الناس عرفتك عن حاجه معينه جربوها معاك. والاهم حتى لو كانت تجربتهم سيئه، احنا عملنا ايه عشان نصلح التجربه دي؟ يعني ما هو مش كل الناس، ما هو في ممكن تحجز بيت معانا جنب المطار وليكن، والكهرباء تقطع عليك في الصيف عشان احنا بنخفف احمال في مصر. ده ذنب مين؟ اكلم مين؟ انت تكلم مين فيه؟ طب وذنب الجست اللي قاعد ده ايه؟ ملوش ذنب بقى، هو ماله يعني برضو. هتتصرف ازاي؟ هي دي بقى القصه كلها. مهم. هتتصرف ازاي؟ هترجع له فلوس، ولا هتنقله في مكان تاني في كهرباء، ولا هتدي له حاجه ببلاش، ولا هتعتذر له باي شكل من الاشكال؟ دي فان انت تبقى لوحدك في كل ده وبتعمله لوحدك بالشكل ده، ده حاجه مرهقه جدا. كفايه بس الكوميونيكيشن اللي بينك وبين الجاست. يعني هنعتبر انت نظفت وطلعت اسعارك في احسن شكل وسعرت بطريقه مظبوطه وصينت بطريقه مظبوطه، الكوميونيكيشن بس لوحده. واخواتنا العرب اللي بيجوا مصر، يعني عايز اقول لك ان تقريبا السيجمنت اللي بيجي مصر نصه من السعوديه ونصه من امريكا. يعني جزء كبير منه يمكن 70% او اكتر هم من الدولتين دول. طيب ده بيتعامل بطريقه وده بيتعامل بطريقه. اللي جايين من الخليج هو بالنسبه له ممكن مش كلهم اختبروا فكره ان انا قاعد في شقه، مش قاعد في اوتيل. ممكن تبقى اول تجربه بالنسبه له اصلا بعيد عن الاوتيل. لما بيحجز عن طريق بوكينج دوت كوم، ممكن ما يحجزش عن طريق اير بي ام بي، ولما يحجز عن طريق بوكينج دوت كوم هو متخيل ان ده اوتيل. ومستني الريسبشن ومستني اللي هيقابله ويعمل له تشيك ان ويعمل له كل حاجه. وفين الفطار؟ امم انت ما بتقدمش فطار، انت كاتب كل الكلام ده بس هو ما قراهوش. ما طب خدش انت باله منه هتتعامل عادي. ازاي؟ هتعمل ايه؟ هو منتظر منك ان انت يبقى فيه ريسبشن والشنطه تساعده فيها وكل الكلام ده، لان هو معتاد على الفنادق. فانت طلعت في الاخر شقه وهو كان متخيلك فندق، هتعمل ايه؟ فكل دي مواقف بنقع فيها، مع بقى المواقف البايخه التقيله اللي هو زي ان جاستي يموت لا قدر الله جوه الوحده وانت مالكش ذنب فيها. طب هتطلع انت نفسك منها ازاي؟ طب انت لو انت صاحب الشقه دي هتعمل ايه؟ ففي جانب امني، وفي جانب تسويقي، في جانب احترافي في الصيانه وفي النظافه وطريقه ابلاغك
ان انت مثلا انت النهارده قررت تشتغل معانا، حلو، بشقتك واحنا بنديرها لك، وحصل ان في صيانه معينه محتاجين نعملها، هل انت جبت الصيانه دي باقل سعر؟ هل انت عملت الصيانه دي بشكل مظبوط؟ هل الداون تايم، الوقت اللي انت قفلت فيه الشقه قد ايه؟ هل عندك جدوله للصيانه؟ هل عندك تكنولوجيا كافيه تخلي الفريق بتاعك يعني يرقصوا كده كانهم بيرقصوا مع بعض اوركسترا، اوركسترا، ان هم بيلعبوا كده الموسيقى مع بعض من غير ما يدوسوا على بعض؟ هل عندك من غير ما يتكعبلوا التكنولوجيا؟ في بعض اصلا. يكعبلوا في بعض. انت عندك مثلا 100 شقه، 70 النهارده داخلين وكلهم في مناطق مختلفه، يا سلام بقى هتكلمهم واحد لو واحد تقول ال70 لهم دول خارجين وداخلين، فانت في ظرف ساعتين كل ال70 دول لازم يرجعوا جداد. بالظبط هتعمل. حتى لو كان في مشاكل من اللي خارج قبلها، ولا كان عامل بارتي، ولا كسر تلفزيون، ولا عامل مشكلة، انت في خلال الساعتين دول لازم ترجع الشقة جديدة لان في جست تاني داخل. بالظبط هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتعمل الكلام ده ازاي؟ وهنا بتبان قوه. عضلات الشركة بقى، والشركة دي قوية ولا لا. بالظبط. والخبره دي بتتراكم، مفيش زي ما بقول لك صح وغلط. انت ممكن يا مينا بعد اذنك يبقى في شركة بتوصل فعلا البيت لدخل عالي، ما هياش شغالة على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم. صعب، لان انت 90% من الحجوزات اللي في العالم، ودي موجوده اوريدي، لو الناس دورت هتلاقي كده ان 90% من الحجوزات اللي بتتم في العالم هي بتتم على المنصتين دول. فلو انت مش على المنصتين دول، طب انت هتجيب الحجوزات منين؟ طب بلاش، انت جبت الحجز دايركت، انت راجل معروف في السوق، وانت راجل سمسار او شركه معروفه، فانت بتجيب حجوزاتك على طول. طب التامين بتاع افرض جه واحد حرق لك البيت، طب ما هو انت المنصات التانية دي زي اير بي ام بي، لا، ما بتأمن لك ضمنيا على البيت لغاية مليون تقريبا دولار. هو لسه كنت هقول لك تقريبا مليون دولار فعلا لغاية تأمين. مليون دولار. يعني ايه مليون دولار؟ يعني لو جه حد بس لا تعرف قدر تثبت الله. يعني انك صعبة. تعرف تثبت ان وانت كمان هو لوحدك، وانت كمان لوحدك اصعب عشان تستخدم التأمين ده. انا فاكر احنا يعني مرينا بظروف كتيرة، جدا. مش سهل ان انت تثبت وتاخد حقك ان ده مش باي جاست، وان فواتيره كذا، وانا كنت شاريه بكذا، والجديد طب بتاعه تخيل كذا، انت والورق بقى بتاعه كذا. مسكت شركة وهي اللي مسؤولة عن الموضوع ده، وكده والله كده الفلوس جبتوا التأمين ما جبتهوش، مش المفروض انتم بتاعتي. ملزمين ان ده يرجع سليم زي ما كان. بالظبط. ودي حتة مهمة جدا، ان انا النهاردة لو شغال لوحدي، انا اللي ملزم بقى، انا صالح، اه وانا اللي ملزم اقدم ما يثبت ان الجس اللي دخل ده هو اللي بوظ الكلام ده، ويعمل، وامشي في كل الاثباتات والايميلات والاوراق اللي والمحادثات بتطلب قبل اللي والاوراق. انت شاري بيها، والاوراق اللي بتطلب اللي انت هتشتري بيها قصة كبيرة. قصه كبيره. فانت القصه الكبيره دي في عندنا تيم مسؤول عنها، والمفروض في كل شركه بيبقى في حد مسؤول في الكاستمر سيرفيس او في الريليشنز، يعني الريليشنز عامه، انه يبقى مسؤول عن الحاجات دي. فانت بتشيل من عن دماغك كل ده صح. في مقابل ايه؟ في مقابل جزء مم. بيتاخد. مم. فالموضوع ده يعني ان 55% من الشقق اللي بتدار على اير بي بي من الشركات ما جاتش من فراغ. مظبوط الناس مظبوط. بتتعب، الناس بتتعب، واللي مش هيتعب النهارده ولا السنه الجايه هيتعب السنه اللي بعدها. ودي احصائيات، محدش ما بيملش، يعني اللي في ناس كتير بتمل وجولنا. يعني الفكره ان الناس اللي اللي تعبت دي، هم جم في الاخر قالوا ايه؟ خلاص انا تعبت، خد دير بقى، وانا مبسوط من كلامك او من طريقتك، او مصدق في الكلام اللي انت بتقوله. ولو قدرنا نوصل له عائد اعلى يبقى هو كسب واحنا كسبنا. فهي دي قد ايه الاوبريشنز او الشغل ده مهلك ومتعب. الموضوع ما بيبقاش بالسهولة دي. في مواقف كتير حصلت معانا، وانت هتفتكر منها كتير في الموضوع بتاع الجستس ده بالذات. انهي نوع في الجست؟ وانهي نوع في الجستس يعني في جست مؤذي، وفي جست داخل يبتز، وفي جست هو كتير. هو للاسف الجستس كتير منها بيبقى مش متخيل هنسى الليفل البسيط بتاع الابتزاز، كان بيدلق شويه تراب وتروح تنضفها له فما يعرفش يبتزك، وتصور وتثبت لاير بي ام بي، فخلاص موضوع الابتزاز البسيط ده بقى عرفنا نعدي منه. بس وصلنا لليفل جديد، فكت الجست فكت الكوع بتاع الصرف بتاع الميه بتاع الحوض، وصورت وقالت لاير بي ان بي في ريحه صرف في البيت، وازاي البيت كده في بيت
يعني لسه المالك مستلمه براند نيو، لسه مستلمه من الديفلوبر من شهر ونص، مم. والحجز اللي قبلها ما فيهوش مشاكل. فازاي بقى تثبت لاير بي ان بي الريحه ان مفيش ريحه مجاري؟ مش يعني هتعرف تبعت له ازاي بقى الريحه. تتحرك باحترافيه في حته زي كده؟ والحمد لله قدرنا نثبت ده، واستخدمنا ثيرد بارتيز وشركات صيانه تثبت ان احنا دي اتركبت وان مفيش ريحه وان البيت ده جديد، وشوفوا الجست اللي قبلها. وكان حظنا كويس ان هي شخصيا واخده باد ريفيوز، وقدرنا نثبت ده الاير بي ام بي وما قدرش تبتزنا، لان كان حجز تقريبا نيو يير، فحجز نيو يير في الجونه بيبقى سعره عالي شويه، مم. فهي كانت بتحاول تعوض فلوس، يعني هي فاهمه تبتز ازاي. بس قدرنا نسيطر على الموقف وما ما قدرتش تبتزنا، وما قدرتش تنزل فينا ريفيو كمان، لان قدرنا نثبت اثباتات كامله عليها ان مفيش ريحه جوه، بالرغم ان هي حاجه ما تثبتش بصور لاير بي ام بي. لا لا لا، ومواقف كتيره جدا. واللي بيخش بالبيتس بتوعه والكلاب بتوعه وهو مش قايل، يعني المواقف ما بتخلصش، المواقف ما بتخلصش، وكل يوم هيحصل موقف من دي. وعشان كده الموضوع بيبقى مهلك لما جدا. يبقى في شركه بقى شايله كل الهادج ده وشايله كل الدمج ده مهما حصل. لازم الناس تشتغل مع الشركات. انا في رايي تشتغل مع الشركات، لان هو ده المستقبل. هو حتى لو انت شاطر جدا وعندك الوقت للكلام ده، حلو جدا، بس الاغلبيه مننا بيبقى شغال عنده شغله الخاص شغله مظبوط. الخاص. فده الا بقى لو ده هيبقى شغلك الاساسي. بس مم. لو ده مش شغلك الاساسي، انت لازم تدور على حد يشيل من عليك القصه دي. وتاني حاجه، انت لو عندك البيت ما تفكرش مرتين. مش هتلاقي حاجه تعمل بيها تدخلك عائد كويس من بعمله البيت. زي الدولار من البيت ده، غير الاسلوب ده. ايوه يعني طبعا، ده اعلى عائد طبعا. مفيش ومفيش حاجه احسن من الاستثمار في العقار. هو كده كده الريال استيت ده بس يا ثروات سلام بقى العالم بتتعمل استثمار بالريال العقار استيت. والزياده السنويه في سعر العقار لما يجي جنبها رقم سنوي بالدولار من الايجار، فطبعا بيعلي الاستثمار جدا. احنا المتوسطات اللي شفتها في احصائيات، مش هقول اللي عندنا بس هقول اللي موجوده في الماركت. الافريج في السنوي ل 1 بيدروم جوه القاهره ساعات بيوصل لغايه ال $10,000. ده المتوسط، يعني في حتت اعلى وفي حتت اقل. وفي اقل، في ناس في حاجات من اول $6,000. فانت ترجم الرقم ده اللي مصري واقسمه على ال 12 وشوف الرقم ده يستاهل ان انت تعمل كل وجع الدماغ ده ولا لا. هتلاقيه يستاهل ونص. وده انا بتكلم على اوضه وصاله 1 بيدروم. بس في حاجات تخيل 1 بقى. بيدروم بتوصل لارقام اعلى من كده بكتير طبعا، وفي 1 بيدروم على حسب بتوصل لا، اللوكيشن بس احنا بنتكلم والانتيريور في والفرش. متوسطات. فانت قارنه بالايجار الجديد، هتلاقي انا ليه افكر؟ طيب ولو في شركه، طب ما تشتغل مع الشركه احسن. والشركات كتير جدا اهم حاجه انها محترمه تبقى شركه وقويه. بتعمل الكلام ده، تبقى شفافه، في سيستم بيجي لك لايف نوتيفيكيشن، عقد قابل للالغاء في اي وقت، فعلا بتتحمل الدمج اللي بيحصل من الجست، بتمانج بروفيشنالي وبتجيب لي ارقام كويسه وبتحقق ريفيوهات كويسه. وفي خبره سابقه. وهيبقى في شركات كل شويه بتطلع، وشركات بتكبر وناس اكتر بتعمل شركات زي كده. واحنا بالعكس، احنا يعني احنا مش عايزين نبقى في كمايند الماركت سيت. لوحدنا، ده احنا عايزين جنبنا شركات تانية كتير عشان متوسط الاسعار نقدر فعلا نتحكم فيه ونبقى البيزنس ده اغلبيه. هو البيزنس الوحيد اللي لكل ما زاد فيه عدد الشركات وعدد الحاجات المعروضه بيبقى اقوى. مش العكس، مش ان انا ابقى انا اقوى واحد، لا خالص. بالعكس، انت لما يبقى عندك شركه دي شاطره في المنطقه دي، او شاطره في المجال ده، او شاطره في الحته دي، او شاطره في الفلل، او شاطره في الاستوديوهات، او شاطره في انها بتتعامل مع الشركات او الكوربريتس مش بس الافراد. زي الجونه. انت عارف الجونه فيها كام وحده بتتاجر؟ كام؟ تقريبا في حدود ال 2500 وحده. امم تقريبا بروفيشنالي مانجد منهم عدد ما يتعداش ال 500 وحده، يعني نسبه قليله جدا. لما يبقى النسبه الاقل بروفيشنالي مانجد نسبه اقل، فمتوسط الاسعار ما بيعلاش بشكل كويس، ليه علاقه باسعار البيوت، فده بيأثر على الماركت جامد جدا. فاحنا بنتمنى ان يبقى في شركات محترفه اكتر في مكان زي الجونه او في نزله السمان او في التجمع، لان ده فيري هيلثي للماركت. والساحل الساحل طبعا. الساحل يعني من الثروات اللي عندنا، اللي الدولة نفسها بتراهن عليها. خصوصا مش هيبقى 3 شهور بس.
ومش هيبقى 3 شهور واكيد راس الحكمه والحتت الجديده اللي زي دي هيبقى فيها ايجارات باليوم شورت تيرم، يعني كلها تخدم المجال ده. فطبيعي جدا هنبتدي نشوف شركات كتيره بتطلع، وبالعكس احنا دي حاجه قويه جدا. بس اهم حاجه اي حد بيتفرج علينا يبقى فاهم ازاي يقيم الشركه اللي قدامه دي، انه هل الشركه دي هي المناسبه ليا ولا لا، اقيمها بيزد على ايه. وهو ده اهم حاجه في الموضوع، مش ان احنا جايين نقول ان احنا احسن ناس خالص. بالعكس، هو في ناس كتيره عباقره في المجال ده، وفي ناس كتيره عباقره في مصر في الحته دي. واعتقد ان كل ما الوقت بيعدي الليرنينج كيرف بيزيد، وبنتعلم اكتر كلنا مع بعض، والمجال ده هيفضل يتطور. كل يوم فيه جديد في السوفت ويرز وفي تكنولوجي. التكنولوجيا اللي بيتدار بيها الكلام ده. والاي اي دلوقتي داخل بيرد على الجست لوحده، وكله بقى صح. بيفرد عضلاته في الحته بتاعت. احنا لغايه النهارده لسه مش بنتبنى فكره الاي اي قوي، او ان هو اللي يرد على الجست، لانه في عامل بيرسونال. بيحس ان هو روبوت بيرد عليه شويه. ايوه بالظبط. والعامل البيرسونال ده عمره ما بس هيختفي. قريب هيتطور الاي اي لمرحله ان الشركات كلها هتتبناه، لان هيبقى بيرد بطريقه ما يبانش ان روبوت، زي ما التسعير دلوقتي احنا معانا مين اللي معتمد بنسبه كبيره على الاي اي. التسعير بالظبط. اي شركه مش بتتعامل على التسعير ان هو بيدار بذكاء اصطناعي، هيبقى زي بالظبط السمسار اللي عارف متوسط المنطقه دي كام. مش هيوصل للماكسيموم. عم ابراهيم اللي اصله ده في المنطقه، فعارف متوسط الايجارات القانوني الجديد هنا عامله كام. لكن ان انت تيجي تقول، يجي حد يسالنا مثلا ايه رايكم في المنطقه دي كام في الشهر، انا بقول له ما بعرفش، هدرسها واحطها، عايز احداثياتها، وهندرسها وهنرجع لك داتا شيت دي فيها شويه ارقام، انا بشرح له الارقام دي وبناخد القرار سوا. لو احنا جينا قلنا احنا موافقين، بناخد القرار سوا. ليه؟ لان المصلحه بتاعتنا واحده. احنا في مركب واحده. احنا شراكه بسيستم شفاف بالظبط بيوضح كل حاجه قبل الالغاء من طرف المالك في اي وقت. بالظبط. ده باختصار السؤال اللي بيتسأل كتير واللي احنا بنقعد نجاوب عليه. بالنسبة لناس كتير ده علم الفلك، يعني مع انه هو لا علم الفلك ولا اي حاجة. الحاجات دي مشهورة جدا في اوروبا، ومشهورة جدا في امريكا، وفي مئات والاف الشركات في اوروبا وامريكا، ومنهم اللي قوي جدا ونجح وطلع لمناطق تانية في العالم، ومنهم اللي لسه صغير او بيتعامل على نيش ماركت معين، بيدير حاجات معينة. المجال ده بس يعتبر دخل مصر في ال5 سنين اللي فاتوا او 6 سنين اللي فاتوا كمجال جديد، لكن هو في المجمل حاجة متعارف عليها. واتمنى الناس اللي شافتنا وبتسمعنا ان هم يعرفوا أهمية البيزنس ده بالنسبة لمصر، وأهمية البيزنس ده بالنسبة لهم في استثمار عقارهم، وطريقة تقييم انت هتشتغل مع مين. مظبوط. دي أهم حاجة بعتبرها، لأنه ده اللي احنا جايين بالتالي الناس كلها هتبقى نرجعه فاهمة. نرجعه. ده الشير بتاعنا في الانفورميشن. واي حد حابب يتكلم معانا او يسالنا سؤال، يا ريت يسالنا، احنا جاهزين نجاوب. اللي مش عارفينه هنقول احنا مش عارفينه، مش هنفتي بس اللي احنا عارفينه كتير، واعتقد هيفيد اي شخص مهتم بالقصه بتاعه الايجارات قصيره متهيألي الاجل. معظم الناس فاهمة كويس جدا ان اهم تشانلز في المجال ده اللي هتقدر توصلك لاعلى دخل بالدولار هي اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم. ودي من اهم النقط لتقييم الشركات، انك تشوف ادائهم على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم. قيم ادائهم وتشالنج الناس في اللي هم بيعملوه. واعتقد الفتره الجايه هتبقى فتره قويه جدا جدا في مصر، في الاندستري. صح. في الاندستري. وحابب وده يمكن سبب من الاسباب ان احنا طلعنا نتكلم، علشان ما شفناش ناس كتير قوي بتتكلم على الحته دي، واحنا حاسين ان قد ايه الحته دي مهمه، بدليل ان الدوله نفسها ابتدت تاخد خطوات انها تقنن البيوت المعروضه. مزبوط. عايزين يقننوها، عايزين انها يبقى ليها ترخيص او شكل قانوني واضح انها بيت عطلات، او بيسموه هوليداي هوم،
بيتأجر باليوم، فلازم يبقى ليه تقنين، وده كانت خطوة قوية جدا وممتازة انها تكون بتبتدي تتعمل دلوقتي. ففترة كويسة و... وشكرا. شكرا يا مينا، ميرسي. ميرسي لك يا جون، نشوفكم يا جماعة في حلقة جاية ان شاء الله ومع زورو توكس. ميرسي، سلام.